بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي واخواتي ابطال الصف الخامس الابتدائي، معاكم مرة اخرى مستر محروس امام، معلم اول الف مادة الدراسات الاجتماعية وماجستير تاريخ. هنكمل معاكم شرح منهجنا ومع درس جديد من دروس منهجنا السنة دي بعنوان التغيرات المناخية واثرها على بلدي. التغيرات المناخية يعني ببساطة كده المناخ بيتغير. هتقول لي ماشي يا مستر، ما احنا عارفين المناخ في الصيف بيبقى حر وفي الشتاء بيبقى ايه؟ برد. ده الطبيعي، ده العادي. لكن اذا لقينا في الشتاء في وقت معين تلاقي الجو بقى برد او ثلج، او بالبلدي كده شفت انا قلت ايه؟ ثلج، ساقعه جدا 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 اكتر من المعتاد، او مناطق ما كانش بيسقط عليها ثلج بيسقط عليها ثلج، او في الصيف نلاقي الجو حر اكتر من اللازم، اكتر من الطبيعي، اكتر من المعتاد، اكتر من اللي احنا اتعودنا عليه. يبقى ده اسمها تغيرات ايه؟ مناخيه. فهنا بيقول لك ايه؟ من الطبيعي ان نشاهد الثلج على قمم الجبال، زي مثلا قمم جبال سانت كاترين في فصل الشتاء، ماشي. لكن لما يسقط الثلج على مدينه زي القاهره او اسكندريه او الغردقه، لا، هنا كده في نقف بقى، هنا كده في تغير مناخي. تغير ايه؟ مناخي. تمام كده؟ طيب يبقى لو ماذا يشير سقوط الثلج على مدينه زي القاهره او الغردقه او شرم الشيخ او اسكندريه؟ يشير الى التغير مين؟ المناخي. تمام؟ يعني ايه تغير مناخي؟ الاختلافات والتحولات في الاحوال المناخيه عن المعتاد، الاحوال المناخيه لدرجه الحراره والامطار عن المعتاد. تاني، التغير المناخي والاختلافات والتحولات في الاحوال المناخيه. المناخ اتحول، المناخ اتغير عن اللي احنا متعودين عليه. تمام كده؟ طيب بيقول لك مثلا في فصل الشتاء من المعتاد ان يكون الجو بارد، تمام، لكن لو جات فترات يكون الجو فيها شديد البروده، ده دليل على التغير مين؟ المناخي. او لما تسقط امطار في اماكن ما كانش بتسقط فيها امطار، وممكن الامطار دي تبقى توصل لشكل سيول. السيول دي يا اولاد اللي هي الامطار الغزيره جدا جدا جدا، يبقى ده دليل على التغير مين؟ المناخي. تمام كده؟ طيب من المعتاد ان يكون المناخ باردا في شمال مصر، على الساحل الشمالي، اسكندريه والساحل الشمالي ومرسى مطروح والكلام ده كله، الا انه اصبح تتخلله يعني في داخله. احنا عارفين فصل الشتاء بيبدا من 21 ديسمبر لحد 21 ايه؟ مارس. فالاربع شهور دول بيبقوا برد، لكن في بعض ممكن تيجي مثلا اسبوع او حاجه فتره معينه تلاقي الجو شديد البروده، تتخلله فترات شديده البروده وامطار غزيره وغير منتظمه تصل الى حد السيول. كل ده دليل على التغير مين؟ التغير المناخي. في فصل الصيف الجو بيبقى حر، لا، تلاقي في الصيف بقت درجه الحراره اعلى من المعتاد. كل ده دليل على التغير مين؟ المناخي. طب ايه يا مستر السبب في التغيرات المناخيه او التغير المناخي؟ في حاجتين، اسباب طبيعيه واسباب ايه؟ بشريه. اول حاجه الاسباب الطبيعيه هو البراكين اللي بتخرج من باطن الارض، هنعرف دلوقتي بتعمل ايه. بعد كده ايه بقى الاسباب او العوامل البشريه؟ كيف كان البشر سبب في تغير المناخ؟ رغم ان تغير المناخ ده هيضرنا احنا، خلي بالكم، بس للاسف احنا لينا بعض الادوار في حدوث هذا التغير. اول حاجه حرق الوقود الاحفوري. الوقود الاحفوري اللي هو الفحم والبترول والغاز الطبيعي، كل ده بيلوث الجو. هنشوف هيعمل ازاي تغير مناخي. ازاله الغابات، نقطع الاشجار اللي بتمتص الغازات الضاره. الافراط يا اولاد يعني اكتر من اللازم، زي حضرتك لما تقعد تلعب على الموبايل كتير، تمام، المفروض ليك ساعه مثلا في اليوم تخليهم 3 و4، تمام. الافراط في استخدام المبيدات والاسمده الكيميائيه في الزراعه، تمام. زياده الانشطه الصناعيه، المصانع الكتير اللي بتتبني كل شويه في العالم، وخاصه صناعه الحديد والاسمنت، دول اكتر صناعتين بيلوثوا الجو، صناعه الحديد وصناعه مين؟ الاسمنت. يبقى الاسباب او العوامل البشريه في التغير المناخي، اول حاجه حرق الوقود مين؟ الاحفوري. 2 ازاله الغابات. 3 الافراط في استخدام الاسمده الكيميائيه والمبيدات مين؟ الحشريه في الزراعه. بعد كده 5 زياده الانشطه الصناعيه وخاصه صناعه الحديد وصناعه مين؟ الاسمنت. اما العوامل الطبيعيه فهو عندك عامل واحد بس، هو عامل ايه؟ الانفجارات مين؟ البركانيه اللي بتيجي من باطن مين؟ الارض. كل العوامل دي بتعمل ايه؟ تؤدي الى انبعاث وصعود وخروج الغازات الدفيئه. يعني ايه غازات دفيئه؟ بتدفي الجو، بتخلي درجه الحراره اعلى من المعتاد. من امثله الغازات الدفيئه عندنا 2، غاز اسمه غاز ثاني اكسيد الكربون، وغاز الاوزون. وغاز مين؟ الاوزون. فلما تنبعث هذه الغازات الدفيئه اللي هو ثاني اكسيد الكربون والاوزون بسبب هذه الانشطه، تنبعث في الجو، في الهواء، تؤدي الى ارتفاع درجات الحراره. ارتفاع درجات مين؟ الحراره على سطح الارض مع مرور الوقت. يبقى ما النتائج المترتبه على انبعاث الغازات الدفيئه سواء الاوزون او ثاني اكسيد الكربون في الهواء؟ يؤدي ذلك الى زياده او ارتفاع درجه حراره الارض عن المعتاد. تمام؟ طيب
تأثير التغيرات المناخية على مجالات الحياة. كيف تؤثر التغيرات المناخية علينا؟ أكيد خلي بالكم هي بتأثر علينا بالسلب، حاجة وحشة. زي إيه يا مستر؟ أول حاجة تؤثر على صحة الإنسان، ويصاب الإنسان بالعديد من الأمراض زي مرض الملاريا. تاني حاجة تؤدي إلى انكماش مساحة الأرض الزراعية. يعني إيه تنكمش؟ يعني تقل، الأرض الزراعية هتقل. طب لما الأرض الزراعية هتقل والتربة كمان تتدهور، مفيش ما هو التغير المناخي ده هيخلي الجو حر ومفيش أمطار ويبقى فيه جفاف والكلام ده كله، فمساحة الأرض اللي أنا كنت بزرعها بدل ما فيش مطر هتقل، بدل ما كنت أزرع 100 فدان هزرع مثلا 50 فدان. طب لما مساحة الأرض تنكمش والتربة تتدهور وتبوظ، أكيد الإنتاج الزراعي هيقل، وإحنا هيحصل عندنا مجاعات، هنبقى جعانين مش هنلاقي أكل. تمام؟ طيب تتعرض انواع كثيره من النباتات الطبيعيه والحيوانات البريه للانقراض او الكائنات الحيه للانقراض. ايوه لما الجو يبقى حر تمام كده اكتر من اللازم، في حيوانات كتير هتموت مش هتتحمل الحراره، وكذلك بعض النباتات. بس كده يا مستر؟ لا، ده لسه في تاني. مع زيادة التغير المناخي حدته يؤدي ذلك إلى ذوبان الجليد عند القطبين. الكرة الأرضية يا أولاد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي فيهم جليد، فيهم تلج. لما درجة حرارة الأرض هترتفع التلج ده هيدوب. طب هيدوب وينزل فين؟ ينزل في البحار والمحيطات. البحار والمحيطات كلها موصلة ببعضها، ففي جزر هتبقى وسط البحار هتغرق، يبقى منسوب المية هيرتفع. منسوب المية إيه؟ هيرتفع. يبقى يؤدي مع زيادة حدة التغير المناخي يؤدي إلى زيادة منسوب أو ارتفاع منسوب مياه البحار. لما يرتفع منسوب مياه البحر هتغرق الجزر وهتغرق الشواطئ زي الاسكندريه والحتت اللي بتبص على البحر دي كلها. اهو سيرتفع منسوب مياه البحر مسببا تآكل الشواطئ الشماليه لمصر وغرق اجزاء من السواحل المصريه. ده كل ده بسبب التغير التغير المناخي. تمام؟ بتأثر على الشعاب المرجانيه. الشعاب المرجانيه اللي هي الكائنات الدقيقه الجميله الحلوه اللي موجوده عندنا على ساحل البحر الاحمر وخليج العقبه وخليج السويس. دي حاجات جميله بيجي لها السياح من جميع انحاء العالم عشان يتفرجوا عليها. فلما ترتفع درجه حراره الجو هترتفع درجه حراره الميه، فكتير من الشعاب المرجانيه دي يا اولاد هتموت. فلو ماتت الشعاب المرجانيه دي هيؤدي ذلك الى التاثير بالسلب على نشاط السياحه. نشاط مين؟ السياحه. يبقى تاني يقول لك اذكر لي نتيجة واحدة من نتائج التغير المناخي. التغير المناخي بيؤدي إلى إيه؟ أهم عند حضرتك 6 حاجات. أول حاجة بيؤثر بالسلب على صحة الإنسان فيصاب بالعديد من الأمراض زي مرض الملاريا. 2 يؤدي إلى انكماش مساحة الأرض الزراعية وتدهور التربة، وده بيؤدي إلى قلة الإنتاج الزراعي. رقم 3 بيؤدي إلى تتعرض أنواع كثيرة من النباتات الطبيعية والكائنات الحية لخطر الانقراض. رقم 4 مع زيادة حدة التغيرات المناخية يرتفع منسوب مياه البحر وتغرق وتتآكل الشواطئ الشمالية من ناحية الدلتا. تمام كده؟ طيب التأثير على الشعاب المرجانية دي رقم 5. يبقى هم كده 5 حاجات. التأثير على الشعاب المرجانية وده بيؤثر بالسلب على نشاط مين؟ السياحة. يبقى دي نتائج التغيرات مين؟ المناخية. طيب ده مشكلة حصلت، خلاص لازم نتعامل معاها، لازم نحاول نواجهها، لازم نقدم لها حلول، نوجد لها حلول. ايه الاجراءات اللي اتخذتها مصر عشان تواجه مشكلة تأثير التغير المناخي؟ اول حاجة بيقول لك سن القوانين. يعني ايه سن قوانين؟ الكلمة دي خدناها في سنة رابعة، فاكرين لما اتكلمنا على مجلس النواب بيسن القوانين، يعني هو يسن التشريعات يعني يصدر التشريعات. يبقى سن القوانين للحد من التأثير السلبي على البيئة، يعني إصدار قوانين تقلل من التأثير السلبي على مين؟ على البيئة من خلال الأنشطة البشرية. يعني مثلا نطبق قانون أو عقوبة على مثلا المصانع اللي بتطلع دخان كتير، على الناس اللي بيستخدموا أسمدة حشرية ومبيدات أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية كتير. تمام؟ 2 التوسع في استخدام وسائل النقل المستدام ومصادر الطاقة النظيفة. طبعا مصادر الطاقة النظيفة اللي هي زي قلنا زي طاقة الشمس وطاقة الرياح وطاقة المياه والهيدروجين الأخضر. تمام؟ ووسائل النقل المستدام زي القطار الكهربائي والحاجات دي كلها. كل ده عشان نقلل استخدام أو الاعتماد على الوقود الأحفوري، نقلل الاعتماد على البنزين وعلى السولار وعلى الفحم. 3 حاجة تخزين مياه السيول. أنا عندي يا أولاد من ضمن نتائج التغير المناخي قلنا تدهور التربة. ليه بتتدهور التربة؟ بسبب قلة الأمطار. يبقى أنا لازم أوجد بديل للمية اللي ضاعت دي اللي ما بقتش تنزل المطر. فمياه السيول دي يا أولاد بتبقى مياه عذبة، بدل ما تنزل في البحر واتخلص منها في البحر المالح، لو أنا عملت سد قدام الأودية اللي بتنزل فيها المياه دي هخزنها واستفاد منها في الزراعة. تمام؟ وتطوير البنى التحتية وصيانتها. البنى التحتية اللي هي الشوارع والأراضي والحاجات دي كلها والترع والكلام ده، بدل ما كل ده يضيع مني. يعني زي دلوقتي مثلا لو شفتوا في التلفزيون مصر بتعمل حاجة اسمها تبطين الترع. يعني ايه بطين الترع؟ الترع دي ارض طينيه الميه بتمشي فيها، فالارض بتمتص جزء كبير جدا من الميه يا اولاد.
فالحكومه بتبطنها، بتعملها من اسمنت، من الجوانب ومن تحت كلها، من بطن الترعه كده، عشان خاطر ايه؟ تحافظ على الميه. ده اسمها ايه؟ تطوير البنيه التحتيه وصيانتها، نعمل لها عمليه ايه؟ تنقية وعملية تطهير كل فترة. يبقى ثالث حاجة تخزين مياه السيول وتطوير البنية التحتية وصيانتها. قبل الأخيرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي بنعيد تدويرها تاني، بنحاول نعيد استخدامها تاني بعد ما بنحاول ننقيها ونستخدمها في الزراعة، بس ما بنستخدمهاش في زراعة المحاصيل اللي بناكلها، بنستخدمها مثلا في زراعة الأشجار والجناين والحاجات دي كلها، الحدائق اللي هي المتنزهات اللي هي ايه؟ مش هنستعملها عشان بيبقى فيها برضو نسبة تلوث. وتحلية مياه البحر، كل ده عشان اوفر مين؟ اوفر ميه، لان اكتر تاثير من تاثير التغيرات المناخيه ان هي بتقلل لي ايه؟ بتقلل الامطار وبتحصل جفاف. اخر حاجه نشر الوعي بخطوره مشكله التغيرات المناخيه. يعني ايه انشر الوعي؟ اعمل ندوه في المدرسه، اعمل ندوه في المسجد، اعمل اعلام في التلفزيون، اجيب المتخصصين يتكلموا كل شويه، اخلي في الراديو وفي الاذاعه، على وسائل التواصل الاجتماعي. كل ده اسمه نشر الوعي بخطوره تاثير التغيرات المناخيه على الفرد والمجتمع، لانها بتاثر علينا كلنا. تمام؟ هقول تاني، ما هي الاجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهه مشكله التغيرات المناخيه؟ اول حاجه سن القوانين للحد من التغيرات، من التاثير السلبي للانشطه البشريه على البيئه، لما نفرض قانون الناس ما تلوثش البيئه. اثنين، التوسع في استخدام وسائل النقل المستدام واستخدام مصادر الطاقه المتجدده، مصادر الطاقه النظيفه زي الطاقه الكهرومائيه وطاقه الشمس وطاقه الرياح، ونقلل من الاعتماد على وسائل مصادر الطاقه بتاعه الوقود مين؟ اللوح فوري. تمام كده؟ تخزين مياه السيول وتطوير البنى التحتيه. تمام؟ اعاده تدوير واستخدام مياه الصرف الصحي وتحليه مياه مين؟ مياه البحر. اخر حاجه نشر الوعي بخطوره مشكله التغيرات المناخيه على الفرد والمجتمع عشان الناس تخلي بالها. تمام؟ بعد كده عندنا مصر يا اولاد كان ليها دور كبير جدا جدا في مؤتمر بيتعمل كل سنه في كل دوله من دول العالم. طبعا يا جماعه بالمناسبه التغيرات المناخيه دي مش خاصه بمصر بس، تغير المناخ ده خاص بالعالم كله وسببه برضو العالم كله. فلو العالم كله ما تكاتفش مع بعضيه، ما حطيناش ايدينا في ايدين بعض وواجهنا المشكله دي بطريقه كويسه جدا، كلنا هنتاثر. بس طبعا الدول بتتاثر كل دوله باختلاف، في دول بتتاثر بشكل كبير ودول بشكل اقل شويه، لكن المشكله مشكله عالميه، مشكله تخصنا كلنا. فعشان كده مصر استضافت مؤتمر تابع لهيئه دوليه اسمها الامم المتحده، تمام؟ كان عن التغير المناخي. اسمه ايه المؤتمر دون؟ المؤتمر ده كان في شرم الشيخ. تمام؟ يبقى استضافت مصر مؤتمر عالمي، مؤتمر دولي لمناقشه مشكله التغيرات المناخيه في 2022. كان في مدينه مين؟ مدينه شرم الشيخ في مصر هنا. لماذا يا مستر؟ لوضع اجراءات حاسمه لمواجهه التغيرات مين؟ المناخيه. برضه علينا نص اسرائي كويس بيقول لك في حاجه اسمها الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه مصر 2050. دي استراتيجيه وضعتها مصر في شهر مايو 2022، اطلقتها، وذلك لمواجهة أزمة التغيرات المناخية اللي بتشكل تهديد كبير جدا لكافة مجالات الحياة. 2، توجه الاستراتيجية بضرورة تقليل الانبعاثات وسرعة التعامل مع التغيرات المناخية المحتملة. آخر حاجة طبعا الاستراتيجيه دي توضح دور مهم جدا للدوله في المساهمه الفعاله والجاده لمكافحه التغيرات مين؟ المناخيه. كده الدرس بتاعنا انتهى عن التغيرات المناخيه، يعني ايه تغير مناخي وكيف يحدث اسباب التغير المناخي وجهود الدوله في مواجهه هذا التغير مين؟ المناخي. تمام؟ شكرا لكم وان شاء الله اكمل معاكم في درس تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.